وعاهل البلاد، وهو صمام أمان وطمأنينة وأمن هذه البلاد، وكل التوصيفات ربما في هذا الباب جائزة. لذلك لما خاطبت السيد رئيس الحكومة الذي أكن له كل التقدير والاحترام كأب للمغاربة، المعنى لمن لم يسعفه الفهم هو الأب الذي ننتقد ونحاسب. نحبس أنا ولا نزيد؟ صاحب الجلالة سمى حكومة، عطاها توجيهات، قال لكم سيروا تخدموا، لماذا تلحون وتصرون على إقحام اسم صاحب الجلالة في كل كبيرة وصغيرة؟ بهنا يعني بهذا الكلام هذا واش بغيتوا تحسبوا عليه نتائج ديال تدبيركم ديالكم؟ وراه كاين سوابق ربما في هذه القبه. خليوني نحبس مره اخرى هنا. رخفوا على سيدنا شويه بهذا التعبير المغربي، رخفوا على سيدنا شويه. نهار تنزلوا التوجيهات ديالو اجيو عندنا وقولوا لنا ها الرؤيه ديال سيدنا نزلناها، انا ذاك سيدنا غادي يرضي عليكم، وعرضوا ربي غادي يكون اول واحد ايضا غادي يصفق عليكم، لانني انا ماشي ضد التصفيق، ولكن مع التصفيق على الانجاز وليس على اعلان النوايا. شحال تمنيت اليوم لو نجحت الحكومه في مسارها ولو جزئيا كان بودي ان اخاطبكم بلهجه الشكر والتقدير، لكن يأس المغاربه وتأثير الواقع اللي هو اكبر من المواقع خلانا مجبرين نخاطبكم طبعا بلغه الصدق والصراحه. ومن هذا المنبر وايمانا بالنقد الذاتي الجماعي اقول لكم يا ساده ان مشكلتنا اليوم حكومه وبرلمان ومؤسسات عموميه واحزاب ونقابات ومجتمع مدني، خاصنا نعترفوا بالعجز البنيوي والوظيفي ديالنا باعتبارنا وسائط مؤسساتيه بين ملكيه حكيمه يقودها جلاله الملك وبين شعب صبور يتألم في صمت لانه كيحب بلاده والمقدسات ديالو ويختار الامن والاستقرار قبل العيش الكريم. شعب يضحي بالقفه ديالو يوميا ويتحمل ساعات اسعار ملتهبه وغياب اي بديل حكومي يخفف من المعاناه ديالو ويحمي كرامته، لانه ببساطه يعيش بكرامه الوطن وثوابته. لذلك وبناء عليه كفريق حركي لم ولن نصوت على مشروع قانون ماليتكم هذا. علاش؟ لأن حكومتكم وعدت بالأمل وخلصت إلى الألم، لأن حكومتكم أجهزت على ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطن الصبور، لأنكم أقبرتم آمال وتطلعات المغاربة في مسار الثقة الذي تحول وبقدرة قادر إلى أزمة ثقة في المسار، لأنكم أحبطتم شعور المغاربة، لم تبدعوا ولم تجتهدوا ولم تتفوقوا. خانكم الإبداع وخانتكم الجرأة، وأنتم حكومة الكفاءات خلت المغاربة تحترق بلهيب المحروقات. سيسجل التاريخ وستسجل الذاكرة الجماعية للمغاربة والذاكرة المشتركة للمغاربة أن وعودكم هي دون إنجازكم، وهو ما يفسر عجز حكومة الكفاءات في تنزيل الطموحات. فلا كفاءة ولا طموح، كما يقول العرب: لا طالب لها الشام ولا عنب اليمن. الدارجة حتى حاجة ما قورها المغاربة معكم. مشروع القانون المالي كما وصفه أحد الظرفاء هو ان اوبجي فينونسي نون ايدونتيفيي، جسم مالي مجهول الهوية، ما عرفناش منين جاي ولا فين غادي ولا على من داوي. المغاربة فهموا أيضا أنهم غير معنيين بهذا القانون المالي. دليل: البارح ملايين المغاربة تابعوا ندوة المدرب وليد الركراكي، والعشرات فقط تابعوا مناقشة قانون المالية. السبب هو تفشي الفقر السياسي في نخب المؤسسات، وهو ما أشرت إليه قبل قليل بإفلاس الوظيفي للفاعل السياسي. المفارقة اليوم أنكم تدعون أن قانون المالي هذا هو آلية لضمان التوازن الاقتصادي، ونحن نرد عليكم إنه آلية لزعزعة التوازن الاجتماعي الهش أصلا، وتتمادون في الادعاء ما زال زايدين فيه بقولكم هاجسنا هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. واش بنيتكم؟ طبعا نحن لا نشك في وطنيتكم وحسن نواياكم، كما لا نشك ايضا في قصر منظوركم وقصور رؤيتكم. دابا وانا واقف معكم كنتسائل فاش غادي نسولكم وباش غادي تجاوبوني. تنزيل الجيل التالي للجهويه المتقدمه، جهويه غايبه في ادبياتكم ما كتهضروش عليها. ورش هي مرت عليه اليوم اقبل ما كاين عليه حد. تنزيل النموذج التنموي لا حديث عن الموضوع في اجنداتكم. مشروع القانون الجنائي خفتت بشانه الحناجر. قانون الوظيفه العموميه اللي عنده 50 عام
لا حديث. المجلس الوطني للغة والثقافة المغربية صمت مطبق وتجاهل كامل للهوية. الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق 2030 لا تنزيل، لا منظور، لا رؤية. المنظومة الوطنية المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والصحية والطاقية واللي طالب بها سيدنا من هذا المنبر لا أثر لها ولا حديث عنها في مشروع ماليتكم هذا. قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، غابت الإرادة الحكومية وأقبرتم الرؤية الاستراتيجية بأكملها وما قدمتوش لحدود الساعة أي رؤية وأي بديل. العدالة، ناخذ هذا القطاع كنموذج ربما لانه كان موضوع احتقان. دابا المقتضيات اللي جبتوا بها كتفرضوا ضريبه مسبقه على الدخل بصناديق المحاكم على كل ملف وضعه المحامي بصندوق المحكمه هي 300 درهم. مزيان، كنزيدوا عليه زياده في الضريبه على القيمه المضافه من 10 ل 20%. بالمناسبه انا ما كندافعش عن المحامين، وغادي تكون شويه صعيبه لان صعب جدا انا غادي ندافع على من يرافع على الحق وباسم القانون. انا هنا كندافع على المواطن. علاش؟ لانه في اخر المطاف هو الضحيه. المحامي اللي تفرضت عليه الضرائب غادي يرفع من الاتعاب ديالو، المواطن غادي يزيد يغرق اكثر ما هو غارق. بمعنى اللجوء اليوم الى محامي او محاميه هي مجموعه من المصاريف الاوليه: ضريبه مرتفعه على القيمه المضافه، مصروف اولي ديال 300 درهم. هذا الشيء بلا ما نهضروا على المصاريف القضائيه العاديه والمحدده في حوالي 500 درهم عن كل ملف، زائد 1% من التعويضات المطالب بها في ملفات التعويض. النتيجه ديال هذا الشيء كله شنو هي؟ المواطنين اللي ما عندهمش باش ياخذوا محامي غادي يبداو يكتبوا يكتفيوا بكتابه مقالات شخصيه، بمعنى ضياع حقوق الناس ووقوعهم ضحيه سماسره المحاكم والنصابين. كيفاش امراه معنفه مثلا ما خداماش غيمكن لها تامن اتعاب المحامي المرفقه بالضريبه على الدخل. الاجير المطرود عامل اجراوا عليه من الخدمه كيقدر يخلص هذه المصاريف. هانتوما جبتوا الدوره وقلتوا لنا غادي تاخروا الاقتطاعات لبعض الفئات حتى تنفيذ احكام التعويض. واخا سيدي اش غادي يبقى مسكين لهذا الاجير المغلوب على امره؟ غادي تبعوه او تابعينه تتبصوا ليه كاع دمو. بعد اقتطاع الضريبه على الدخل، ضريبه على القيمه المضافه، تنبر النقابه رخيص فيهم كيدير 80 درهم، زيد عليها 0.5% من النقابه عن التعويض، زيد عليها اتعاب المحامي، بمعنى وقيله خاصو يبيع الحوايج اللي فوق كتافو يلاه يسلك الجره. هو رابح القضيه، تحكم عليه بالتعويض لصالحه ومشي يتسلف باش يجيب التعادل. السجين المظلوم منين غادي يجيب اتعاب المحامي؟ تنبر الضريبه على الدخل والضريبه على القيمه المضافه. لكن عاد ضرب كيفاش غادي يثبت البراءه ديالو؟ هناك ملفات كيتقاضى فيها المحامي 500 درهم، اذا سيحرم المسجون من حقه في الدفاع والمحاكمه العادله، وهو خرق دستوري صارخ ومس صادح بحق التقاضي. الخلاصه زياده الرسوم والمصاريف على المواطنين هو هدم حقوقهم في الدفاع اللي لاباس عليه. غيشد المحامي والمقهور ولي الله تكمش ولا سير الحبس. غادي تقولوا لنا كاينه مسطرات المساعده القضائيه، وغادي نقول لكم اللي وصلكم لها، لان مسطره معقده ما كتوفرش للمواطنين ضمانات حقيقيه زاد عليها طول المده البت، بمعنى سير الضيم. في الواقع اجد نفسي ايضا هنا مضطر لتقديم جزيل الشكر للحكومه الموقره على توفير الاف مناصب الشغل للنساء العاملات والفلاحين الصغار، ولكن مع الاسف في ضيعات وحقول الدول الاوروبيه بضيعات المهجر. بمعنى الحكومه اليوم شوفوا المفارقه، نهجت سياسه تهجيريه العامله المغربيه في مقابل عجزها عن ايواء الاف الضحايا الطلبه المفروض عليهم العوده من اوكرانيا. فهل بهذه المقاربه تلوي الحكومه احتساب 1.5 مليون فرصه شغل اللي وعدت بها؟ تعليم ارقام مخجله مدويه ومرعبه، فقط 10% من التلاميذ كيتحكموا في المقرر الدراسي عن نهايه